كان معاوية يعزى إلى 4، ينسب إلى 4، له 4 آباء، مشكوك من هو أبوه لا يعرف، لأن أبا سفيان يجب أن ننطي صورته حقيقة. أبو سفيان من الأخطاء التي وقع بها فنيا المرحوم مصطفى العقاد في فيلم الرسالة، لم يدقق في طبيعة جسم أبو سفيان لما تذكره المصادر، وهذا حقيقة مسألة لربما أثيرت حولها التساؤلات، كيف بشخصية محترمة كمصطفى العقاد رحمه الله، الذي أيضا ذهب ضحية داعش والإرهاب في التفجير الذي حدث في عمان، لم يركز. تقول المصادر الإسلامية أبو سفيان كان قصيرا ذميما دميما، بالذال وبالدال، ذميما ودميما وشعثا وقذرا، وصخا في حقيقة، قذرا في مظهره. أبو سفيان مع العلم هو من رؤوس الثراء ومن رؤوس الأموال الكبيرة التي يمتلكها في قريش أبو سفيان، هذا جانب. فكانت هند حقيقة يقال إنها ذات جمال وتعشق الرجال، وكما قلنا كانت لديها رغبة جامحة من أبناء الجنس الأسود ذات البشرة السوداء. فيعزى معاوية، ينسب معاوية، وهذا ما ذكره أبو حامد المعتزلي صاحب الشرح المعروف الشرح الحديدي، يقول ينسب إلى الصباح مغني الفاكه بن المغيرة زوجها الأول، وينسب إلى عمار المخزومي ابن أخو الحقيقة الفاكه، وينسب إلى العباس ابن عبد المطلب، وينسب إلى آخرون، ف4 آباء معاوية، وهذه المصادر مستفيضة بذلك. كذلك قضية عمرو بن العاص وغيرهم العشرات لا يعرف من آباؤهم. لذلك كان زواج في الجاهلية منتشر حتى الصدر الأول من الإسلام، أي قبل الهجرة، إلى فترة قبيل الهجرة، قبيل أن ينتشر الإسلام. هذا الزواج اسمه الشغار أو الشقار. زواج الشغار حقيقة هو أن يكون زعيم القبيلة يأتي إليه الرجال ويأتون بنسائهم، فيضع امرأته في حقيقة في حالة من الممارسة الجنسية مع زعيم القبيلة، عسى أن يرزق ولدا من هذا الزعيم فيكون ابنه أيضا زعيما. هكذا كان تفكيرهم، وهكذا كانت عاداتهم حقيقة في الجاهلية. لذلك لو دققنا النظر في خطب أمير المؤمنين عليه السلام وخطبة الزهراء صلوات الله عليها في وصف حال قريش قبيل الإسلام وكيف كان حالهم، تأكلون الطرق والقد، تتخبطكم سنابك الخيل، تخافون. فكانت حقيقة هذه وضعية قريش، إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله رحمة أنقذهم من هذه الموبقات، من هذه البيئة حقيقة القذرة النتنة التي تزكم الأنوف. فهؤلاء الذين الآن بهذه الصورة هذه أمهاتهم. لذلك حتى نفسه عتبة ابن أبي سفيان أخو معاوية، أيضا أمه بالمناسبة معاوية لم يسمح لهند أن تلد معاوية، أبو سفيان لم يسمح لهند أن تلد معاوية على فراشه، أخرجها إلى الإسطبل ولدته على التبن، وكذلك حتى عتبة أخاه الأصغر ولدته أيضا في الإسطبل. لذلك لو عدنا إلى الوثيقة التاريخية وهي قصيدة حسان ابن ثابت التي يوصف بها ويشرح بها ولادة معاوية وعتبة ابن أبي سفيان، هند وضعتهم في إسطبل الخيل، لعل بيضاء القصيدة الواضحة قصيدة البيضاء. ولم يرد، لم ينقل لنا التاريخ أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهاه أو منعه، هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وآله لأنها حقيقة ثابتة. لذلك بحد ذات هذا الإقرار يجعلنا بأن هذه السيرة سيرة حقيقية، ولكن المفارقة الكبيرة إن هؤلاء أبناء البواغي، أبناء الزواني، أبناء الغواني تتمجد بمعاوية وتتمجد بيزيد، يزيد الذي زنى بعمته، يزيد الذي زنى بزوجة أبيه زوجة معاوية، يزيد الذي أمه ميسون معروفة كان يضاجعها أحد أيضا العبيد السود. فحقيقة حتى يزيد هو لا ينسب إلى معاوية، ينسب إلى أحد العبيد مماليك معاوية زنى بميسون. هذه حقيقة سيرة خلفاء المسلمين. ويأتينا مسخ من آل الشيخ من هذه المؤسسة التكفيرية الوهابية الضالة المضلة، ويقول خال المؤمنين وأمير المؤمنين. أي مؤمنين وأي خال وأي إمرة؟ حقيقة هذه مهزلة بحق هذه النعمة التي منحها الله للإنسان وكرمه بها، وهي نعمة العقل. يجب أن نلتفت
إن الإسلام خاتمة الرسالات السماوية، وخليفة المسلمين خليفة محمد، أي خليفة الله على الأرض. ويجب أن يكون خليفة الله أن لا يكون من هذه البيئة الشيطانية القذرة، بل يكون من البيئة الرحمة. هذا بحد ذاته دليل قاطع على أن آل محمد هم خلفاء رسول الله، وهم الأئمة المنصبون بأمر الله.